السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة النجريسكو، هنعملها بطريقة حلوة جدا وبسيطة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نروح تعالوا اقطع لكم حتة منها علشان نشوف. شايفين بقى الجبنة سايحة على وشها ازاي؟ في حاجة كده جميلة جدا ومن الاخر يعني. تعالوا نقطع حتة. بصوا بقى لما قطعت الحتة، الجبنة مع البشاميل بجد كان طعمها خطير جدا. جربوها ان شاء الله بالطريقة دي وهتعجبكم جدا. حابة تضيفي حاجة من عندك برضو هتطلع جميلة من ايديكي ان شاء الله. تعالوا بينا نتعرف على المقادير ونشوف هنعملها ازاي. هنقول بسم الله كده ونشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجة عندي صدر فرخة مقطعاه كده شرايح اهو كده زي ما انتوا شايفين. ممكن تبقى وراك مخلية برضو. وعندي بصلاية مقطعاها مكعبات صغيرة، وواحدة من الفلفل الرومي، وواحدة برضو من الطماطم. عندنا ملح ورشة من الفلفل ورشة من البهارات السبعة، رشة صغيرة. عندنا طاسة بقى على النار كده، حطيت فيها شوية صغيرين من الزيت هيسخنوا كده، وانزل عليهم بالفراخ. هفردها كده في الطاسة ومش هقلبها غير لما يتغير لونها من تحت، علشان ما تفقدش السوائل اللي فيها وتلاقي الفراخ بتاعتك نشفت معاكي كده. خلاص بعد ما الفراخ غيرت لونها من تحت هحط لها التوابل وهبدأ بقى ان انا اقلبها. بصوا شايفين ابيضت ازاي من تحت كده، زي بنديها صدمة فمش بتنزل السوائل اللي فيها. اقلبها بقى كويس واسيبها برضو تغير لونها معاها كده. خلاص غيرت لونها اهي زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بالبصلة والفلفل علشان يتبلوا كده معاها وياخدوا من طعم بعض. اقلبها كويس كده. بعد ما البصلة والفلفل دبلوا مع الفراخ هننزل عليهم بقى بالطماطم. ممكن تبقى الطماطمية دي مبشورة، ولو مش مفيش طماطم يعني في الوقت ده ممكن معلقة صلصة، ممكن برضو معلقة كاتشب لو حابة كده. خلاص الحشوة بتاعتنا جهزت معانا. لو حابة تحطي فيها زيتون برضو بيبقى حلو جدا مع الوصفة دي، بس بتخلي بالك من الملح. تعالوا بقى نعمل البشاميل. في حلة على النار كده حطيت فيها معلقتين من السمنة ومعلقتين كده من الزيت، شوية يعني من الزيت. وهنزل عليهم بأربع معالق من الدقيق، 4 معالق يكونوا مليانين. مش بحب ازود قوي في السمنة والزيت علشان برضو ايه الدسم ما يكونش كتير، يعني انتوا فاهمين. هقلبهم بقى كده معاها. يعني بحط السمنة والزيت على قد الدقيق بالظبط، اللي هو ما يبقاش كتير. اهو بصوا مش حاطه كتير خالص. هسيبهم بس ياخدوا ويدوا كده مع الدقيق علشان الدقيق يستوي معايا كده. خلاص هنزل عليهم بقى ب4 كوبايات من اللبن وكوباية من المية. لو عندك شوربة ممكن بدل المية تحطي كوباية من الشوربة، وممكن برضو يبقوا 5 كوبايات من اللبن، عشان احنا عاوزين البشاميل بتاعنا يبقى خفيف ما يبقاش تقيل. ده لبن اللي هو اللبن المعلب، بيبقى طعمه احلى بكتير من اللبن اللي بنجيبه من عند اللبان. هو طبعا التاني بيبقى افيد، بس ده بيبقى طعمه احلى. يعني ده بيديكي طعم كده كريمي شوية غير الطعم التاني. هفضل بقى ايدي في البشاميل ده لحد ما يتقل معايا كده. بدأ ان هو يتقل اهو. اهو بصوا القوام بتاعه اختلف. وكمان لو بتشتكي ان البشاميل بيكلكع منك، بيبقى انت بتحطي مثلا اللبن او الشوربه اللي انت بتستخدميها بتبقى سخنه، فلما بتكون بارده مش بيكلكع خالص ويبقى كريمي كده زي ما انت شايفه كده. خلاص البشاميل بتاعنا غلي، هطفي عليه بقى النار. انا كده طفيت. حطيت دلوقتي معلقتين من القشطه. القشطه دي اللي انا باخدها من على وش اللبن. لبن كنت غالياه واخده ايه الوش بتاعه يعني. لو ما عندكيش مش لازم خالص، ممكن تحطي مكعبين من الجبنه او مثلثات برضو من الجبنه تحطي 2. دلوقتي انا حطيت رشه من الملح ورشه فلفل اسمر ورشه من بهارات السبعه، رشه برضو صغيره كده. البشاميل خلاص جهز معانا، نزلته بقى من على النار.
في الصينيه اللي انا هحط فيها اديتها مسحه من الزيت وحطيت شويه من البشاميل من تحت. عندي مكرونه بقى اسباجيتي كنت سلقاها في ميه، بس ميه مغليه وفيها شويه من الملح. حابه اي نوع مكرونه تاني براحتك. حطيت نص كميه المكرونه وهنزل عليها بالحشوه وافردها عليها كويس قوي. المكرونه دي الاسباجيتي بالذات لما بتيجي تسلقيها بتخلي فيها تكه كده علشان لما تدخل الفرن تاخد التكه دي في الفرن، علشان ما هي بتبقى رفيعه قوي يعني، فعلشان ما تعجنش منك. هحط بقى عليهم بعد ما فردتهم كده، احط عليها شويه برضو من البشاميل اهو كده. هنزل بقى بقيه كميه المكرونه. كده خلاص بعد ما حطيت المكرونه كلها هنزل عليها بقى بقيه البشاميل. ممكن تحطي احنا هنحط جبنه موتزاريلا، ممكن تحطي الجبنه الاول وبعد كده تنزلي البشاميل. بس انا بحب طبقه الجبنه اللي بتبقى على الوش دي، بيبقى ليها طعم كده مختلف وريحه كمان حلوه جدا. هفرد بقى البشاميل كله كده. بعد كده هجيب الجبنه وهبدا احطها على وش الصينيه من فوق. دي حوالي كوبايه من الجبنه الموتزاريلا. بتخلي بجد طعم المكرونه بتاعتك او النجريسكو بتاعتك، بتخليها طعمها مميز كده وجميل جدا. ولو حابه تعمليها باللحمه هيبقى نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي كده، بس بدل الفراخ هتبقى لحمه. كده خلاص تمام. حطيت كل كميه الجبنه اللي كانت عندي. شغلت الفرن بقى على درجه حراره 250، هدخلها من تحت، واول ما الجناب بتاعتها تحمر هشغل عليها الشوايه علشان تاخد لون حلو. كده خلاص بعد ما خرجت اهي المكرونه بتاعتنا، بجد جميله جدا، كان طعمها تحفه قوي. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، بجد مش بتاخد وقت يعني. ان شاء الله هتعجبكم. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه لو انت جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.